في افكار بقى بتتنقل من ارض الواقع كتير جدا، ازاي احنا نشتغل في الاتحاد، يعني الاتحاد يقدر يشتغل في ارض الواقع علشان يخلي الرياضه اكتر منتشر، يعني اكتر انتشارا في مصر. اديني تحديد، لان انا اللي بتقولوا لي عام يعني. بتقترح افكار ان احنا نبدا نعمل في الاماكن العامه وفي الحدائق والكلام ده، زي حاجات بسيطه تشجع الناس على الرياضه، زي عقله او متوازي او حاجات بسيطه تكون موجوده بامكانيات وتكاليف مش هتكلف اي حاجه تقريبا. جميل. تمام. فازاي نبدا ناخد الخطوه دي ونفعلها فعلا في ارض الواقع، لان الافكار كتيره جدا بس ما فيش حاجه بتتنفذ. ما يخص كمال الاجسام تقدموه لاتحاد كمال الاجسام، وانا بقول لك ان اي حاجه هتقدمها فيها صالح ولادنا ابن البلد الغلبان في النجع والقريه، انا معاك 100%. لان انا دوري ورسالتي ان انا انشر الرياضه، ان انا ابعد الناس ديت عن اي موبوقات او افكار مش مظبوطه، ان حد يلعب بمخهم في اي حاجه هتفيد ابن بلدي حفيدي، هتلاقيني معاك فيها. قدم الطلب وهتلاقي اعتماد من. انما لو عندك افكار ذات ملهاش علاقه ربما بكمال الاجسام او بفكر عام عايز تقدمها، عندنا وزير رياضه محترم جدا المهندس خالد عبد العزيز وصديق ليا. عندك اي افكار تخدم ابناء مصر بصفه عامه جهزها باسم المهندس خالد، وانا هروح معاك لغايه عنده، وهو مش هيقول لا في اي حاجه لصالح بلدنا.